متابعي مالا كرة، طابت أوقاتكم. إليكم أبرز العناوين: إصابة ليو ميسي، إطلاق سراح داني ألفيش، اقتراب مبابي من توقيع عقود ريال مدريد. لا تنسى دعمي باللايك والاشتراك. نبدأ. أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه المثير ب4-3 بعد التمديد على ضيفه ليفربول يوم الأحد في دور الثمن. وأصبح مانشستر يونايتد رابع الصاعدين للمربع الذهبي للبطولة بعد أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفينتري سيتي الناشط بالدوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب. وفي الدوري الإسباني واصل برشلونة تكريس عقدته لمضيف أتلتيكو مدريد وتمسك بأمله في المنافسة على اللقب بعدما حقق فوزا كبيرا عليه ب3 أهداف مقابل لا شيء. أسهم الدولي المغربي إبراهيم دياز في فوز ريال مدريد على مضيفه أوساسونا ب4-2 في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة، وذلك على ملعب الصدار. وتمكن الأسد الأطلسي من تسجيل هدفه الخامس في الدوري الإسباني هذا الموسم رفقة الفريق الملكي. خصصت الصحافة الإسبانية حيزا هاما لاستقبال الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد في مطار الرباط سلا يوم الاثنين. ووضعت صحيفة ايس الإسبانية في مقال خاص حول إبراهيم دياز أن هذا الأخير خصص له استقبال حافل بالمغرب. وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يحمل دياز رقمه المفضل الرقم 10 في أول مباراة له رفقة أسود الأطلس الجمعة أمام أنغولا على أرضية ملعب أدرار بأكادير. وأعرب الدولي المغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي عن سعادته بالانضمام للمرة الأولى للمنتخب الوطني في المعسكر الإعدادي الذي تقيمه العناصر الوطني بمركز محمد السادس استعدادا لمواجهتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا. أكد أنه عندما يتصل بك المنتخب لا يمكنك الرفض التطلع لمساعدة المنتخب. سعيد بثقة وليد الركراكي وسنعمل على أن نكون عند حسن ظنه. عبر فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية عن رغبته في مشاركة إبراهيم دياز مع المنتخب الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس في الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، قائلا: نعم، نريد أن يشارك معنا خلال دورة الألعاب الأولمبية. ووضعت قرعة الألعاب الأولمبية التي جرت بمدينة ساندوني الفرنسية المنتخب المغربي في مجموعة الثانية مجموعة الموت إلى جانب كل من الأرجنتين وأوكرانيا والمتأهل رقم 3 من قارة آسيا. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلا أن مهمة المغرب قد تكون معقدة لضمان مشاركة دياز مع المنتخب المغربي لا أقل من 23 سنة في الألعاب الأولمبية، بما أن نادي ريال مدريد يتجه لعدم السماح لأي من لاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد لضمان مرور التحضيرات الموسم المقبل في أفضل الظروف وبدون غيابات. ومن جانب آخر، أعلن منتخب الأرجنتين رسميا إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي قبل وديتي السلفادور وكوستاريكا. ويلتقي منتخب الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا وديا في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري. وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية تفيد بعدم قدرة ميسي على المشاركة في المباراتين رغم تواجده في القائمة المستدعاة لبطل العالم. وتعرض ميسي لإصابة خلال مباراة انتر ميامي وناشفيل في كأس أبطال كونكاف الأسبوع الماضي. وقال منتخب الأرجنتين في بيان رسمي: لن يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التواجد ضمن التشكيل الفريق، يأتي ذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى خلال مباراة فريق انتر ميامي ضد ناشفيل. وافق القضاء الإسباني يوم الأربعاء بمنح السراح المؤقت للاعب البرازيلي داني ألفيش المحكوم عليه الشهر الماضي بالحبس مدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب. تمت الموافقة على السراح بكفالة قيمة 1 مليون يورو في انتظار الاستئناف. وجاء القرار بعد يوم من مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة ضده. ومنعت محكمة في إسبانيا ألفيش إفراجا مؤقتا مقابل كفالة قيمتها 1 مليون يورو مع إلزامه بتسليم جواز لسفره البرازيل والإسبانيا والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة أسبوعيا. وعرض فريق الادعاء القرار عازيا ذلك إلى أن خطر الهروب كبير. وحكم ألفيش أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم في 22 فبراير الماضي بالحبس مدة 4 سنوات ونصف فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحية الاغتصاب في ملهى ليلي بمدينة برشلونة. الكل ينتظر
اقتراب مبابي من توقيع العقود مع الميرينغي. وقال فابريزيو رومانو خبير الميركاتو في فيديو على حسابه بشبكة انستغرام: كل شيء في المفاوضات بين مبابي وريال مدريد يسير في الاتجاه الصحيح، وينتظر الطرفان التوقيع على العقود الرسمية في أقرب وقت ممكن. وأضاف: توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب الذي سيكون مشابها لما يحصل عليه جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. وتبع سيحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة تتجاوز 100 مليون يورو، لكن سيكون من حق ريال مدريد تقسيمها على 5 سنوات. وواصل المفاوضات الجارية بين الطرفين تناقش التفاصيل النهائية ومنها حقوق الصور. واختتم: لا يتفاوض مبابي حاليا مع أي نادي آخر، كما أنه أبلغ باريس بالرحيل قبل شهر من الآن ولم يغير قراره بشأن ذلك. للمزيد فابقوا معنا. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهدة.